السعودية تقرر تستخدم كل قوتها الجوية في عملية عسكرية ضخمة. طيارات بتحلق في السماء، أصوات محركات بتزلزل الجو، وصواريخ بتتجه لأهدافها بدقة مرعبة. السؤال هنا، هل السعودية فعلاً عندها القوة دي؟ وإزاي وصلت للمستوى ده من القوة العسكرية اللي تخلي العالم كله يحسب لها ألف حساب؟ تعال أقول لك القصة من الأول. ركز معانا في الفيديو وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. أهم بند التصنيع العسكري ما بين 50 إلى 70 مليار دولار، يزيد أحياناً ويقل أحياناً سنوي. إحنا ثالث أكبر بلد في العالم تنفق على التسليح العسكري، فهو 99% منه من خارج المملكة. ليه السعودية بتهتم بالقوة العسكرية؟ السعودية مش بس عندها مكانة دينية بوجود مكة والمدينة، لكن كمان عندها قوة اقتصادية بفضل احتياطاتها الضخمة من النفط والغاز. المملكة بتنتج حوالي 10.5 مليون برميل نفط يومياً، وبتصدر أكتر من 7 مليون برميل، وده بيمثل حوالي 8% من الإنتاج العالمي. ده بيضعها في مرمى التهديدات، خصوصاً من قوى إقليمية زي إيران اللي بتحاول دايماً تفرض سيطرتها في الخليج. السعودية كمان عندها حدود طويلة جداً مع العراق واليمن تمتد لأكتر من 4500 كيلومتر، وده بيزود احتمالات التعرض للخطر. ضيف لكده إن السعودية تعتبر من أكبر المستثمرين في المشاريع العملاقة، وزي ما بنشوف في رؤية 2030 أي اضطراب أمني ممكن يأثر على خطط التنمية. بجانب كده السعودية واحدة من أكبر الدول المصدرة للبتروكيماويات، وليها استثمارات ضخمة في أوروبا وآسيا، وده بيعني إنها دايماً محتاجة تحمي مصالحها داخل وخارج حدودها. كمان عندها منافذ بحرية حيوية زي ميناء جدة وميناء الدمام اللي بيمر منهم جزء كبير من التجارة العالمية. عشان كده المملكة شايفة إن الاستثمار في الجيش وسلاح الجو تحديداً مش رفاهية، لكنه ضرورة لبقاء واستقرار الدولة. كل دولار بتصرفه المملكة على الدفاع هو تأمين لمستقبلها وحماية اقتصادها، وعلشان كده ميزانية الدفاع في السعودية بتمثل حوالي 23% من إجمالي الموازنة السنوية. أهم بند التصنيع العسكري ما بين 50 إلى 70 مليار دولار، يزيد أحياناً ويقل أحياناً سنوي. إحنا ثالث أكبر بلد في العالم تنفق على التسليح العسكري، فهو 99% منه من خارج المملكة. وبتحرص القيادة السعودية على تحديث وتسليح الجيش بشكل مستمر لمواجهة أي تحديات مستقبلية. بالإضافة لكده السعودية بتسعى لتحقيق اكتفاء ذاتي في بعض أنظمة الدفاع بنسبة 50% بحلول 2030، وده بيعكس مدى الجدية في الاهتمام بالقوى العسكرية على جميع المستويات. بداية المشوار مع الطائرات المقاتلة. رحلة السعودية مع الطائرات الحربية بدأت بصفقات تاريخية في السبعينات لما حصلت على طائرة F-15 الأمريكية بعد مفاوضات طويلة وضغوط سياسية كبيرة. كانت الصفقة الأولى بقيمة 8.5 مليار دولار وشملت 60 طيارة. بعدها المملكة فضلت تطور أسطولها بشكل مستمر، ووصلت لمرحلة بقت فيها تاني أكبر مشغل لطائرات F-15 بعد الولايات المتحدة نفسها. النسخة F-15 SA اللي عند السعودية مجهزة برادار AESA الحديث مع أنظمة حرب إلكترونية متقدمة وصواريخ جو بعيدة المدى زي AIM-120D، واللي بيوصل مداها ل 180 كيلومتر. السرعة القصوى للطائرة بتوصل ل 2.5 مخ، وده بيخليها تقدر تدخل وتخرج من أي منطقة قتالية بأمان. المملكة استمرت في إضافة طائرات من النوع ده عبر صفقات جديدة، وصلت عدد الطائرات اللي في الخدمة حتى عام 2024 لأكثر من 200 طائرة F-15. كمان السعودية رقت الطائرات القديمة لمعايير حديثة، واستثمرت في مراكز تدريب للطيارين مجهزة بأحدث أجهزة المحاكاة، وبتنظم تدريبات سنوية مشتركة مع دول زي أمريكا وبريطانيا وفرنسا لتحسين جاهزية الطيارين السعوديين. المملكة بتمتلك واحد من أكبر أساطير التدريب الجوي في المنطقة، مع أكتر من 45 طائرة تدريب من طراز هوك وتايفون التدريبية. بالإضافة لكده بدأت السعودية في السنوات الأخيرة في الاستثمار في الطائرات بدون طيار لأغراض التدريب والعمليات، وشاركت في معارض عالمية زي IDEX ودبي إير شو لاستعراض قدراتها الجوية المتنامية. أسطول طائرات السعودية غير إنها تاني أكبر مشغل لطائرة F-15 بعد أمريكا نفسها، إلا إن الأسطول بتاعها كمان بيضم حوالي 150 طائرة بدون طيار من أنواع مختلفة، اللي بتساهم بنسبة تقارب 12% من إجمالي العمليات الجوية السنوية، وبيتم تسجيل أكتر من 50,000 ساعة طيران سنوياً في العمليات والتدريبات. الأسطول الجوي السعودي النهاردة بقى من الأقوى في الشرق الأوسط. غير الF-15 عندهم طائرات تورنيدو اللي دخلت الخدمة من الثمانينات
وشاركت في حرب الخليج الأولى. عدد الطائرات من النوع ده حوالي 70 طائرة. بجانبهم في الخدمة طائرات الرافال الفرنسية اللي اشترتها السعودية في صفقة تخطط قيمتها 4 مليار دولار، واللي بتقدر تنفذ مهام هجومية واستطلاعية في نفس الوقت. اليورو فايتر تايفون برضه ليها نصيب مهم في القوات الجوية، مع أكتر من 72 طيارة في الخدمة وبتكلفة إجمالية 11 مليار دولار. الطيارات دي مدعومة بصواريخ ميتور بعيدة المدى وصواريخ بريمستون لضرب الأهداف الأرضية. بالإضافة لكده الأسطول الجوي السعودي بيضم مروحيات هجومية زي الأباتشي AH-64E جارديان اللي المملكة عندها منها أكتر من 80 واحدة، ومروحيات نقل تكتيكية من طراز بلاك هوك UH-60 بعدد يزيد عن 40 مروحية. الطموح الصناعي العسكري السعودي مع ميزانية سنوية للبحث والتطوير بتتجاوز 1.2 مليار دولار، وده بيشكل حوالي 1.4% من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي، واللي وصلت نسبة الصادرات العسكرية فيه حالياً لحوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي، مع خطط للوصول ل 30% بحلول 2030. الطموح السعودي الصناعي في المجال العسكري وصل لمرحلة متقدمة جداً. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI بدأت تشتغل بشكل جاد، وفي 2024 قدرت تحقق نمو سنوي بنسبة 35% في التصنيع المحلي. دلوقتي في أكتر من 350 منشأة عسكرية، منها مصانع لإنتاج الذخائر الذكية ومصانع محركات وخطوط إنتاج طائرات بدون طيار ومراكز أبحاث متطورة. المملكة كمان عندها شراكات مع شركات زي بوينج ولوكهيد مارتن وريسيون علشان تنقل التكنولوجيا وتوطنها. الهدف النهائي هو رفع نسبة التصنيع المحلي في التسليح ل 50% بحلول 2030. سلاح بدون محتوى محلي، الهدف نقل الصناعة 100%. إن لم ننجح فلا بد أن ننتهي بآخر مطاف في 2030 على 50% محتوى محلي. معناته أنه من هال50 70 مليار نصفها ينفق داخل السعودية في عام 2030، وهذه ترتفع تدريجيا من اليوم. حجم الإنفاق العسكري بحسب أحدث التوقعات من مؤسسات اقتصادية وعسكرية، الإنفاق العسكري السعودي مرشح للزيادة بنسبة 5 ل 7% سنوياً خلال ال5 سنين الجاية. بحسب أحدث تقارير معهد ستوكهولم لعام 2024 السعودية أنفقت 86 مليار دولار على القطاع العسكري، وده بيشكل حوالي 8.2% من ناتجها المحلي الإجمالي. معدل النمو السنوي في الإنفاق العسكري وصل ل 6% مقارنة بالعام السابق. السعودية بتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في الإنفاق العسكري بعد أمريكا 877 مليار دولار، والصين 292 مليار دولار، وروسيا 125 مليار دولار. الإمارات في نفس العام أنفقت 24.5 مليار دولار، حوالي 5.5% من ناتجها المحلي، وقطر 14.1 مليار دولار، يعني 6.2% من ناتجها المحلي. المملكة مش بتكتفي بشراء الأسلحة بس، لكنها بتصرف على البنية التحتية العسكرية والقواعد الجوية والتدريب والتكنولوجيا. التهديدات وسيناريوهات المواجهة، المملكة بتشارك في أكتر من 20 تدريب عسكري دولي مشترك سنوياً مع الدول الحليفة لمواجهة التهديد الأكبر للسعودية، وهو الطموح الإيراني المدعوم بقدرات صاروخية تقدر بأكتر من 3000 صاروخ باليستي وطائرات بدون طيار هجومية. إيران بتدعم أكتر من 120 ميليشيا مسلحة في دول زي اليمن والعراق وسوريا ولبنان. إيران بتحاول تطويق السعودية بما يسمى الهلال الشيعي، رغم إن إيران عندها منظومات دفاع جوي زي S-300 ومنظومة باور 373 المحلية، لكن معظمها أضعف بكتير من قدرات الطيران السعودي المتقدم. السعودية بتنفذ تدريبات سنوية كبيرة زي تمرين درع الخليج ورعد الشمال علشان تحاكي سيناريوهات مواجهة شاملة في حالة اندلاع مواجهة. السعودية بتعتمد على الضربات الجوية الاستباقية والحرب الإلكترونية ودعم من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت BAC-3 القادرة على اعتراض الصواريخ البالستية. القوات البرية والبحرية السعودية، القوات البرية والبحرية السعودية بتضم حوالي 227 ألف فرد في القوات البرية و14 ألف فرد في البحرية، وده بيمثل حوالي 60% و5% على التوالي من إجمالي قوام الجيش السعودي. القوات البرية السعودية فيها حوالي 1550 دبابة حديثة وأكتر من 2400 مركبة مدرعة و524 راجمة صواريخ و772 مدفع ذاتي الحركة. من أبرز الدبابات اللي عند المملكة هي أبرامز الأمريكية M1A2S. البحرية السعودية عندها 7 فرقاطات حديثة من طراز MMSC بطول 118 متر وسرعة تصل ل 30 عقدة، بالإضافة لأسطول متنوع من السفن والكورفيتات وزوارق الدورية السريعة. البحرية السعودية بتلعب دور استراتيجي في تأمين مضيق هرمز والبحر الأحمر والخليج العربي،
وكل ده مهم جدا لحماية طرق التجارة وإمدادات النفط. في النهاية السعودية مش بتبني جيش عشان العرض، هي بتبني قوة حقيقية للردع والدفاع، جيش حديث متنوع ومتطور وقادر يواجه أي تهديدات. ولو حابب تعرف تفاصيل أكتر عن الخطط المستقبلية أو عن تفاصيل القوات الخاصة السعودية قول لي في الكومنتات، وهنجهز لك حلقة تانية فيها تفاصيل أكتر. ولو لسه ما اشتركتش دوس سبسكرايب وفعل الجرس علشان توصلك كل الحكايات اللي ورا الكواليس. بس كده، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. أهم بند التصنيع العسكري ما بين 50 إلى 70 مليار دولار، يزيد أحيانا ويقل أحيانا سنوي. إحنا ثالث أكبر بلد في العالم تنفق على التسليح العسكري، ف 99% منه من خارج المملكة. أهم بند التصنيع العسكري ما بين 50 إلى 70 مليار دولار، يزيد أحيانا ويقل أحيانا سنوي. إحنا ثالث أكبر بلد في العالم تنفق على التسليح العسكري، ف 99% منه من خارج المملكة. سلاح بدون محتوى محلي، الهدف نقل الصناعة 100%. إن لم ننجح فلا بد أن ننتهي بآخر مطاف في 2030 على 50% محتوى محلي. معناته أنه من هال 50 70 مليار نصفها ينفق داخل السعودية في عام 2030، وهذه ترتفع تدريجيا من اليوم.